مين هم الحشاشين؟ ويا ترى فعلا لهم علاقة بصلاح الدين الايوبي ولا لا؟ الحشاشين الجماعة اللي رعبت العالم كله في زمنها، ومفيش حد سلم من شرهم. ولما احكي لك اللي عملوه صدقني في الاول عقلك مش هيستوعب اللي انا بقوله. اكيد اغلب اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي عارف لعبة اساسنز كريد، ولو ما تعرفهاش فهي لعبة لجماعة من السفاحين بيدوروا على الحق على طول، او هم مفهمين الناس كده، وبما انهم سفاحين او قتلة مأجورين فكانوا بياخدوا فلوس عادي عشان يخلصوا مهمات مهما كانت المهمة. المهم ان هو بياخد فلوسه وبيروح يعمل اللي اتقال له ان هو يعمله، وكانوا معروفين ان هم محترفين في مجال الاغتيال. اي حد عايز يخلص من حد بيجيب حد من الحشاشين. ولو ما تعرفش اللعبة فاكيد عارف كريم عبد العزيز، وان كريم عبد العزيز عامل مسلسل اسمه الحشاشين في رمضان. بس سيبك من اللعبة، انا النهارده جايب لك القصة الحقيقية اللي كريم عبد العزيز واخد منها قصة المسلسل. وبداية جماعة الحشاشين بدأت مع ولادة طفل اسمه حسن بن علي بن محمد الصباح. الطفل ده لما كبر بقى من اخطر الرجالة اللي جت في التاريخ الاسلامي كله. واتولد حسن في ايران سنة 428 هجرية، يعني تقريبا قبل ما اتولد صلاح الدين الايوبي بقرن كامل، واللي اتولد سنة 532 هجرية. ولمعلوماتك جماعة الحشاشين دي قدام شوية في القصة وصلوا لمرحلة ان هم كانوا هيقتلوا صلاح الدين الايوبي نفسه. واختصارا للي حصل وقتها، في سنة 568 هجرية لما كان صلاح الدين الايوبي محاصر حلب، في مجموعة من الحشاشين قدروا ان هم يتسللوا للمعسكر بتاعه وقتلوا الامير ابو قبيس اللي كان معاه ساعتها في الجيش. ودارت معركة قتل فيها عدد كبير جدا من جيش صلاح الدين الايوبي، ومش عشان هم ضعاف بس عشان المفاجأة. كانوا قاعدين عادي مش عاملين حسابهم هم المفروض ان المعسكر بتاعهم متأمن، وبما ان الدخلاء ناس اصلا بتوع اغتيالات فما كانش العدد كبير ومش متعودين ان الاغتيالات تبوظ. يعني متعودين ان هم هيخشوا يقتلوا صلاح الدين، هيخشوا يقتلوه ويطلعوا، واللي جوه هياخدوا بالهم تاني يوم او لما يصحوا. بس على حظهم معرفوش يوصلوا له على طول، فكان الجيش اخد باله وخلصوا عليهم. بس على حسب الكلام اللي انتشر عن القصه دي ان هم كانوا قريبين جدا ان هم خلاص يخلصوا عليه. بس ما علينا، مش دي قصتنا النهارده، ده جزء من قصتنا النهارده. قصتنا النهارده من الحشاشين دول وازاي بدأوا. الطفل حسن ده وهو صغير كان فيه نبوءات كتير بتقول انه هيبقى ذو شأن عظيم لما يكبر. وبما انه من ايران فاتولد مسلم لكن شيعي. والمعلوماتك في زمن حسن الصباح وهو صغير كانت ايران مش كلها شيعة بس، كان في مدن تاني عادي على مذهب تاني غير الشيعة، بس هل كان فيهم سنة؟ ما عنديش المعلومة الحقيقة. والمدينة اللي اتربى فيها حسن اسمها الري او قم، والمدينة دي كانت مدينة شيعية متعصبة وتربى على مذهب الشيعة الاثنى عشرية، وده مذهب من مذاهب الشيعة قصته كبيرة جدا. بس برضو مش دي قصتنا في الفيديو، احنا قصتنا في الفيديو ده الحشاشين وبس. وفي المدينة دي حسن اتعلم علوم كتير منها الفيزياء والبلاغة، وكان في كلام كتير عنه ان هو فصيح اللسان، يعني بيتكلم كويس. وفوق كل ده كمان كان بيتعلم السحر. وهو بيكبر وبدأ يفهم هو عايز ايه من الحياة قعد يحاول يقرب من حاكم ايران، وفعلا بدأ يقرب منه وكان مصاحب الوزير بتاعه. لكن كان في ناس في الحكم ما كانش عاجبها اللي بيحصل ده، لانه في الاول والاخر من عامة الشعب، وكانوا بيحاولوا يبعدوه عن حاكم ايران. لحد ما جه في يوم وكل حاجة اتغيرت. زي ما قلنا حسن كان شيعي وكان بيتبع الطائفة الاثنى عشرية، وكان مصر في الوقت ده بيحكمها الحكم الفاطمي، والحكم الفاطمي كانوا برضو شيعة لكن كانوا على الطائفة الإسماعيلية. وكان إيران عادي وقتها بتسمح لأي شيعي يدخل ويطلع منها مهما كانت الطائفة بتاعته ومهما كانت جنسيته، المهم إن أنت شيعي. ففي يوم كان حسن لسه في إيران وصادف إنه قابل واحد من الطائفة الإسماعيلية دي، والحد ده كان اسمه عميرة زراب، وحصل بينهم مناظرة كل واحد بيدافع عن الطائفة اللي هو منها، زي الباتل اللي بتحصل في الراب كده يعني. والمعلوماتك الباتل بتاعت الراب دي فكرتها متاخدة من الموضوع ده. وعميرة مش بس كسب المناظرة دي، ده سفلته وما خلهوش عارف يرد على حرف واحد. ومن هنا بدأ الفكر الإسماعيلي يسيطر على حسن الصباح، ومن هنا برضو قرر انه خلاص هيسافر مصر عشان يفهم الفكر الإسماعيلي ده اكتر. وفعلا راح مصر واتعرف هناك على واحد اسمه عبد الملك بن عطاش، وعبد الملك اخده وراحوا القاهره وخلاه كمان يسجل اسمه في البلاط الفاطمي. يعني تقريبا ساعده يعمل اللي هو كان بيعمله برضه في ايران وفشل فيه، ان هو يحاول يقرب من الحاكم اكتر. وكل ده حصل سنه 471 هجريه، يعني لما سنه بدا يعدي ال 40 خلاص. شايف حياته فعلا بدات وهو عنده 40 سنه، ودلوقتي الناس توصل اخر العشرينات ولا نصها يقول لك خلاص انا فشلت ما عملتش حاجه في حياتي، حياتي بتنتهي،
انا عايش ليه، انا عايز انتحر، وحاجات غريبه كده. بس ما علينا، نرجع لقصتنا. قبل بقى ما احكي لك حصل معاه ايه بالتفصيل في مصر، لازم تعرف الاول مصر كانت عامله ازاي وقتها، عشان تعرف هو ساب ايران وراح لمكان عامل ازاي. مصر وقتها من سنه 457 هجريه لسنه 464 عاشت اصعب 7 سنين في تاريخها، لان مصر وقتها كانت في مجاعه. الناس وصلت ان هم حرفيا بياكلوا بعض، ومش تعبير مجازي، بس فعلا وقتها الناس ما كانتش لاقيه تاكل. والمشكله ما كانتش في الفلوس، المشكله كانت ان ما فيش فعلا اكل يجيبوه من اي حته. فوصلوا لدرجه ان اللي عنده بيبي صغير ممكن يطبخوا وياكلوا. فوصلوا لمرحله صعبه جدا. فتخيل ساب ايران وقتها اللي كانت مستقره وراح لمصر في حالتها دي، وكل ده بس علشان يحقق حلمه، بعيد عن انه شخص في اخر القصه شرير. بس برضه في حاجات تاخدها من قصته تخليك احسن في حياتك. وكل ده وهو معدي ال40. لو حد في سنه دلوقتي اكيد مش هيروح يقول لك لا انا خلاص بقى عظمه كبيره واريح والحاجات دي. ما علينا نرجع لقصتنا، عشان كل شويه بص عمال تاخدني في حتت بعيده. انت سيبني مركز في القصه. في الزمن ده بقى اللي كان بيحكم مصر كان اسمه المستنصر بالله، وكان طبعا من الحكام الفاطميين، لان زي ما قلنا اللي كان مسيطر على مصر وقتها الدوله الفاطميه. وبسبب كل اللي كان بيحصل في ال7 سنين دي المستنصر ما كانش لاقي حل، فلجأ لواحد من رجالته اسمه بدر الدين الجمالي. وكان بدر الدين ده الامير بتاع جيش المستنصر بالله بس في الشام، واللي كان حالها احسن بكتير من مصر بسبب بدر الدين ده، لانه كان معروف عنه انه قوي وحكيم وذكي جدا. ولما مسك الحكم معاه شويه كل حاجه رجعت مستقره تاني وبسرعه، وبقى مشهور وسمعته كويسه بسبب ان وجوده هو اللي عدل حال مصر. والناس في مصر بقوا يحبوه جدا، وده خلاه يفكر ان هو يخلص من المستنصر بالله ويبقى هو حاكم مصر. ودي تبقى التاني مره بعد ما حسن الصباح يقرب من حاجه خلاص قد كده وتتحقق، يحصل حاجه تدمر كل تخطيطه. والمعلوماتك كمان كان وقتها العالم الاسلامي في صراع كبير جدا، كانت الدنيا متدشمله، والصراع ده كان بين السنه والشيعه والحمله الصليبيه اللي مين خلص عليها؟ ايوه صلاح الدين الايوبي. بس لسه ما جيناش للحته بتاعته. والمعلوماتك برضو ان من الناس اللي قدروا يوقفوا الصليبيين غير صلاح الدين الايوبي، لان الزمن ده كان لسه ما اتولدش اساسا، جماعه اسمها الزنكي من عرق اسمه السلاجقه، جيم وراها قاف عشان لو مش فاهم اللي انا قلته. والسلاجقه دول كانوا بيحكموا اجزاء من تركيا. وبعد ما عاش حسن الصباح في مصر 3 سنين اتعرف فيهم في البلاط الحاكم جدا، وبقى قريب من الحاكم برضه اللي هو كان المستنصر بالله. والمعلوماتك اول ما حسن دخل البلاط المستنصر بالله استقبله بنفسه، ومن هنا قدر يعني نوعا ما ان هو يضحك عليه ويخليه يحبه من غير ما ياخد باله، لان زي ما قلت لك كان بيتكلم كويس وكان بيستعمل السحر كمان. فمن ساعتها وهو قريب منه، اول ما بيلاقي فرصته بيرشق على طول ما بيستناش. وبسبب قربه ده من المستنصر بالله الوزراء بتوعه وباقي الحكومه ما عجبهمش اللي بيحصل، فقال لك برضه ازاي واحد مش من بلدنا بقى اساسا وقريب كده، ما هو لو حصل له حاجه ما هيخليه هو يمسك مكانه، فلا هاتوا وارميه بره. وقرروا سنة 473 هجرية ان هم يطردوه من مصر. ومن هنا بدأت كل حاجة. ما كانوش يعرفوا ان دي هتبقى بداية اغتيالات ملهاش اول من اخر. لما اتطرد من مصر راح بلاد فارس، تحديدا في مكان اسمه اصفهان، وبدأ يدعو الناس ان هم يدخلوا الطائفة الاسماعيلية، بس كان معدل فيها شوية. وبما انه كان بيعرف يتكلم كويس وبيستخدم السحر زي ما قلت لك، اي حد كان بيكلمه كان بيقتنع ان هو يمشي وراه وهو مغمض. وكان وهو بيدعي الناس للاسماعيلية كان بيحط كام قانون كده زيادة من عنده عشان الناس تمشي وراه وهي مغمضة. يعني مثلا كان بيفهمهم ان هم عشان يبقوا شيعة على الاسماعيلية فعلا لازم يسمعوا كلامه من غير ما يناقشوه في حرف، واللي هو بيقوله على طول صح، لان ده كلام جاي له من ربنا مش كلامه هو. وحاجات بقى من كده كتير. وبسبب السحر فالناس كانت قشطه بتصدق، لان هو كده كده موهوم، هو مش فاهم في ايه، بس هو خلاص هو عرف يقنعه. وبعد فتره سافر وراح مكان تاني اسمه سمرقند، اسامي تقيله معلش لا مؤاخذه، وقعد هناك كذا سنه برضه وجمع عدد ناس كويس نوعا ما. بس زي ما حصل في اي مكان راحوا الوزراء في المكان ده ما عجبهمش ان هو محبوب، وحاولوا برضه يخلصوا منه. ومن هنا بدأ يفهم ان مهما يعمل
مش هيعرف يجمع جيش، وجات له اخطر فكره في التاريخ اللي هي الاغتيالات. قال لك بقى لسه اعمل جيش وافرض نفسي واقعد احارب الناس، اللي مش عاجبني ادخل اقتله في السر وخلصنا. وبما انه كان انسان عادي وعايز يخلص من حكام ووزراء ومش هيقدر يجيب جيش ويدخل معاهم في حرب لانه ساعتها هيحارب دوله وهو انسان عادي، فاستعمل الذكاء والمكر والاغتيالات. وكان شعاره اقطع راس الحيه تكسب، لسه هنفرهد بعض، ادخل له في السر كده اخلص وخلصنا. وبرضه كان شايف ان الموضوع بيكون فيه نزاهه، لانه لو عايز يخلص على واحد هيبقى منه ليه حتى لو في السر واتسحب، بس هو دخله لوحده والتاني لوحده من غير لا هو يتحمى في حد ولا اللي قدامه يتحمى في حد. ومن هنا اتسمت الجماعه الحشاشين، ومعنى الاسم يعني الناس اللي بتقتل في السر زي المرتزقه كده، او هم اصلا مرتزقه بس مش لحد، لنفسهم. ومن الحاجات الغير مغتفره للصباح ان هو قال ان الرسول بنفسه اتكلم عنه، وده طبعا مش حقيقه خالص. وقال ان الرسول قال في حديث ليه ان الناس هتتجمع حوالين راجل بسنه الرماح، وقال ان الراجل ده هو. وزي ما بقول لك كل شويه ان هو كان بيتكلم كويس وكان بيستعمل السحر كمان كويس، فاللي ما كانش بيصدقه ما كانش بيعرف يكذبه، فكان كل الناس مصدقاه. وكانت على طول جماعته جماعه الحشاشين دي بيحاربوا في السر وبيكبروا في السر وبيكبروا بشكل كبير، لحد ما جه في يوم وقرر ان كل ده يتغير. خلاص بقى مش هنفضل في السر ولازم كل الدنيا تعرف ان احنا موجودين ويخافوا مننا. واليوم اللي قرر فيه كده كان بيتناقش مع مؤذن جامع، وكان بيحاول يقنعه بالمذهب بتاعه علشان برضو الناس تقتنع اكتر ان مؤذن بقى وراه خلاص، يبقى اكيد كلامه صح. بس لا كلامه ولا السحر عرفوا يأثروا على المؤذن ده، وما اقتنعش بولا حرف، وبرضه زنقوا في الكلام ومعرفش يرد عليه، فمعرفش يعمل ايه. فقال للجماعه بتاعته خلي بالكوا الراجل ده لو مشى هيقول لكل الناس ان احنا غلط وهم اللي صح، فلازم نخلص منه، روحوا اقتلوه قبل ما يروح. وده فعلا اللي حصل، قتلوه قبل ما يروح. ومن هنا بدأت فعلا البداية الحقيقية للحشاشين، اللي مش هنعرف نقنعه بالكلام هنقتله. في بداية الموضوع كان هو بيتسلل بنفسه وبيخلص من اللي مضايقه، دلوقتي بقى عنده جماعة كاملة بتسمع كلامه، يقول لهم روحوا اقتلوا ده يروحوا يقتلوه، وبرضه بنفس الطريقة، كله في السر ومن غير ما حد ما يحس ولا يعرف. اللي مش هنقدر عليه بالكلام هنقدر عليه بالسيف، ده كان الشعار بتاعه. ولما عددهم زاد وبقى فعلا ناس كتير قوي بتتبعه، اخد باله ان لازم يكون ليه مكان يحميهم من اي حد ممكن يفكر ان هو يهجم عليهم برضه. فقال ليه ما يكونش عندنا قلعة؟ ومن هنا جت فكرة قلعة الموت، قلعة على ارتفاع 6000 قدم فوق سطح البحر. واختار القلعة دي بالتحديد لان مستحيل حد يقدر يحاصرها، لان ارتفاعها عالي جدا، وكل ما مرات اللي تودي للقلعه دي كبرها بتشيل شخصين، فحتى لو في جيش عايز يحاربه مش هيعرف يطلع غير 2-2، فاي 2 هيوصلوا من الاتنين اللي طلعوا خلاص انت طالع لجيش، واتنين فاكيد مش هيقدروا عليهم، فكان مستحيل اي حد يحاصره ولا يعمل معاه اي حاجه. بس المشكله ان القلعه دي في ناس عايشه فيها وليها حاكم، فهو لازم يا يقتل الحاكم ده يا يقنعه ان هو ياخد القلعه دي منه. واللي حصل الاختيار التاني، طلع من غير اسلحه بالجماعه بتاعته وفهمهم ان هو حد ربنا اختاره وكده، وقال لهم بقى حوارات الرسول والحاجات دي، كل الحاجات اللي قاعد يخترعها دي، واستعمل برضه السحر. فكل الناس اللي في القلعه اتبعته بملك القلعه وساب له القلعه كمان وبقت بتاعته وبقى بيتحكم فيها وفي الناس اللي فيها. وبما ان ارتفاع القلعه 6000 قدم فوق سطح البحر، من هنا جت فكره الحركه دي في اساسنز كريد، اللي هي اللعبه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. على طول في لقطه اول ما بتخلص كل جزء معين من القصه بتقف فوق مبنى عالي وبتبص من فوق على المدينه حواليك، وده اللي فعلا حسن الصباح كان بيعمله، لان القلعه عاليه جدا فكان بيشوف البلد كلها من فوق من عنده. واللي ليه لقطه كده برضو مسلسل مشهور بيها جدا، لقطه راجنر ملك الفايكنج وهو قاعد كان بيفكر هيعمل ايه في الحرب اللي جايه. ازاي بقى قلعه الموت دي كانت من الاسباب المهمه في ان الحشاشين يبقوا الحشاشين، وعملوا ايه منها هقول لك كل ده بس في الحلقه الجايه، لان الحلقه دي طولت جدا لدرجه ان الكاميرا فصلت ورحت شحنتها ورجعت اصور تاني، ولحد دلوقتي انا مصور ساعه الا ربع. في الاغلب بعد المونتاج هيكون الفيديو اقل من كده بكتير، وفي الاغلب وانت بتشوف الجزء ده هكون انا بجهز الجزء الثاني. فعشان تعرف ان الموضوع مش سهل فما تنساش تدوس لايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي كده الفيديو يبقى خلص. سلام.